لازم اسمح لي فؤاد، تفضل في نقطة تفضل. معينة، مداخلات في عادية نقطة معينة أنا لن النقاش أسمح. مفتوح. إحنا تعودنا على الإخفاقات. أنا مفروض أي ناقد، أي إعلامي، أي مسؤول كبير في هذا البلد لا يسمح بمثل هذه المشاركة، أنك تلعب مع تايلاند كوريا الشمالية وأنك ما تتأهل أو تذهب بعيد في مثل هذه البطولة. لن أسمح. أنا قاعد لعيبة محترفين عندهم خبرة يستلمون مبالغ كبيرة. أنت الاتحادات، رئيس الاتحاد كم يستلم من رواتب؟ يا أخي حللوا فلوسكم. مدراء الكرة اللي في الفئات اللي في الفئات والإدارات المنتخبات، يعني هذول إيش قاعدين يسوون؟ كيف يخططون؟ كيف يدرسون؟ كيف يحطون خطط مستقبلية ولا جداول ولا أشياء؟ يعني أنا للأسف يجب مفروض أن ما نتسامح أكثر من اللي صار. ما احنا نقول تعودنا على الاخفاقات ومرت السنوات ورحنا من بطولات لبطولات، يعني ما حترجع لنا، ما تصير لنا عودة قوية، ما يمكن نستفيد من الاخفاقات كلها. يعني ما اعتقد انه مفروض انه ما يكون هناك مسامحة بعد هذه البعثة اللي تجي، انه يطلع بصورة مثل ما طلعت هذه، لا تخطيط سليم، لا خطة مستقبلية، لا ثبات على الجهاز الفني، عندك عناصر يعني يا رجل، عندك ادوات. انا اقول انه لن اسمح لا الجهاز الفني ولا الجهاز الاداري المسؤول عن المنتخب الاولمبي اذا ما ذهبوا بعيدا في ظل وجود هذه العناصر، لانك ما عندك لا خطة لا منهجية تريد ايش تبغى تسوي. انت هذه عندك بطولة توديك البطولتين، وهذا وقتك، وقت نهوض الكرة السعودية. إذا ما نهضنا بهذه العناصر وبهذه الأسماء اللي لهم بالأربع سنوات يلعبون بأنديتهم يأخذون الخبرة بالفريق الأول وكلهم محترفين ويستلمون مبالغ طائلة، أنا ما أدري كيف، يعني متى بنوصل؟ إيش قاعدين تسوون يا اتحاد كرة القدم؟ يا مسؤول الفئات السنية إيش قاعدين تسوون؟ إيش الخطة حقتكم؟ ما انتم قادرين، عندكم معوقات ان مثلا الانديه ما تتجاوب معاكم. يا اخي حطوا حلول، ارفعوا تقارير. مو معقول اني اذهب بالمنتخب هذا لمعسكرات متفاوته ولا يجيني من هاللعيبه ولا لاعب يلعب الا يجيني قبل 7 ايام. اي خطه مستقبليه للكره السعوديه؟ يا اخي عندنا منتخبات من سنه تستعد، من 8 شهور تستعد. فاحنا مقبلين. عشان كذا انا اقول يجب ان ما نسامح. انا ما اسامح الجهاز الفني على انك ما تتعدى تايلاند وكوريا الشماليه مع احترامي لهم.